شوف يا حبيبي، في مشروب عمار حاليا راح يستمر عليه، واذا استمر عليه راح تشوفوا هذا الكرش راح يروح. تمام. ف ان شاء الله يا رب نضل مستمرين عليه، لانه انا كل يوم الصبح في عندي يا اما فيتامين سي، يا اما مي دافيه مع عسل، يا اما شوفوا، يا اما بذور شيا. شايفين هذا المكون بذور الشيا يا جماعه، هذا اللي ممكن يخليني انحف يعني كل يوم الصبح على الريق. وبيقولوا انه بيخليك ما بقى هيك يكون لك نفس تاكل بالنهار، يعني مثل انه بسد الشهيه، عرفتوا؟ ف يعني نجرب اول كاسه اليوم. الله، شوف منظره راحه نفسيه، منظره راح. بسم الله. المقدار معلقه، يعني مو معلقه كامله لانه هذا بينفش، واذا كترته ممكن يكب. كاسه نظيفه. شوفوا المقدار، لو اورجيكم المقدار قديش هيك، يعني سطح المعلقه. شايفين؟ حط هيك، ما بعرف انا اذا قليل ولا، بس لازم يعني يكون خلاص. شايفين؟ اوكي. وطبعا بدي شو؟ بدي مي فاترة، مو مي باردة، مي فاترة. طيب نجيب هذا الابريق، يعني مو سخن حتى، بس مي فاترة يعني هيك. بس كترت انا والله. والله شكرا امبارح على كل كومنتاتكم الحلوة، والاغلب منكم، يعني مو الاغلب والله 99% منكم عاجبكم اللبس، ويعني بغض النظر ان كان كحلة ولا كان ابيض ولا كان، المهم انه عاجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، شايفين كيف؟ هاي كاسة بدي اخليها تقريبا نص ساعة ساعة، كتير ساعة، عشان ينفش البذور وناخذ نتيجة حلوة. لانه نتيجة يعني، بغض النظر عن النتيجة انه نتيجة. نرجع اربط هذا الكيس. يا جماعة الخير، والله ما بقى يعني شيء، والله يحمسكم حماس غير شكل. نخلي حماس كلياتنا عنا حماس فل، وبدي اياكم تتحمسوا كمان. بس بتعرفوا حاسس اني قللت والله. هلا بتحسوا قليل؟ لا بالعكس، لسه بده ينفش هذا، يعني هذا رح ينفش. خلينا نحرك. بينفش وبيطلع لفوق كمان، يعني هيك بصير تمام. اللي بسوريا يا جماعة الخير يحاول يصرف عملة القديمة، هاي العملة القديمة يحاول يصرفها، لأنه من هون لنهاية الشهر تمام. في خلص يعني في بعض المحلات، في بعض يعني بعض الأماكن، بعض الكافيات، بعض المولات، ما عم يستقبلوا هاي المصاري القديمة. فحاولوا انكم تصرفوا المصاري القديمة، تروحوا على البنك المركزي او على مثلا الهرم او على شي صرافة. فالمهم انه حاولوا انكم تتخلصوا من المصاري، وخصنص من هي المصاري، من هي المصاري القديمة. لسه 5000 يعتبر ما كتير قديمة. هي القديمة، هي اللي بدكم تحاولوا تتخلصوا منها. هي واللي في منها بتيجي 1000 وبتيجي منها 2000 كمان. اما هي الجديدة، شوفوا هي الجديدة، هي 2000، هي 2000، لا عفوا هي 20000، يعني اربع قطع من هذول، يعني شايفين؟ هي قطعتين، هي اربع قطع من هذول قطعة. هي شايفين الجديد محلاه يا جماعة؟ فاللي معه عملة قديمة يحاول انه يتصرف في العملة القديمة، يحاول انه يشوف شي حل
اوكي. هي الساعة تعال اورجيكم 50,000. هي 50,000 يا جماعة الخير. هي مزورة طبعا، واضح من ملمسها مزورة، يعني واضح من لونها حتى. هي مزورة، بدكم تنتبهوا يا جماعة منيحة. شوفوا الفرق بين المزورة وبين الطبيعية. دقيقة بس نسحب واحدة الطبيعية. ها شوفوا صوتها، سمعانين صوتها؟ اسمعوا صوتها هي، يعني واضح. شوفوا الملمس هي، شايفين الملمس؟ شوف اللون مختلف. شوف هون ببين معكم، هون عند ال بعرف شو كانوا بسموها هي، المهم هون عند القمح. هي قمح بسموها. شايفين؟ شوف اللون هون، شايفين اللون هون؟ هي أساسية، هي مزورة. شايفين اللون هون؟ غامقة، هي فاتحة، هي غامقة. واضح معكم اللون؟ واضح معكم اللون؟ ها يعني شوفوا، يعني واضح انه ورق. شوفوا هي، شايفين؟ يعني الملمس واضح معاكم 100%، يعني ببين معاكم بالملمس. فبدكم تنتبهوا يا جماعة. ها حبايبي انتو، هي عم نبهكم. المهم شوفوا، هلا انا الصراحة بالعادة كل اسبوع في عندي هي المروحة تبعي، شايفين اللي جبتها من دبي، مبين عليكم قديش وسخة. كل اسبوع كنت بحاول اني فكها ونظفها. فهلا صار لي فترة تقريبا 20 يوم ما فكيتها ولا سويت فيها شيء. شوفوا هذا كيف كل الساكن. هي المروحة بدي احاول فكها تمام، وفكتها مو صعبة بس مو سهلة كمان بنفس الوقت، عرفتوا؟ فبرجع بقول لكم يا حبايبي، حاولوا تخلصوا من المصاري القديمة ها، مشانكم ومشان شو اسمه ما تلاقوا صعوبة بالموضوع بعدين. إذا معكم كمية مصاري سورية القديمة فبتصير مشكلة بعدين معكم، عرفتوا؟ شوفوا كيف صار منظر الكاسة، بس طبعا بدها وقت. شايفين؟ عشان حبات البذور شو يصير فيها يا جماعة؟ هيك تتفتح يعني أكثر وأكثر. طيب شايفين هاي المروحة قدامكم؟ تمام؟ هي بدها تنفك هلا. برغي. طبعا هي المروحة يا جماعة الخير بتبخ مي، شايفين؟ يعني على سبيل المثال مشغلة من هون، أو هاي الجهاز لكم، هي هيك طفيناها شغال. هي هيك فينا نحدد كم ساعة بدنا اياها تضل شغالة. ساعة بس، فينا نعير ساعتين، 4 ساعات، 8 ساعات، 0 ساعة. يعني إذا عيرتها ساعة بعد ساعة بتفصل لحالها. المهم هي للدوران بتدور بس 45%، وإذا عملت لها هيك بتدور 90%. بتصير يعني تصير تفتل أكتر، عرفتوا؟ تصير تجنح أكتر يعني. شايفين قد صار تدور؟ هيك F2 يعني القوة 3 4 أقوى شيء. شايفين القوة؟ طبعا ما فيها مي فاضية لأنه الصندوق تبعها هنيك. شايفين؟ هي فيها شوية مي بالبربيش من جوا، بالبوري يعني تبعها من جوا، بس إنه خلاص. ولما نطفيها لحالها بترجع بتعدل، يعني لحالها بترجع المروحة بتعدل راسية تبع هيك بالنص. فضروري اني بدي افكها انا ونظفها، لانه ما بتبرد منيح، يعني ما بتبرد مثل ما هي انه تكون نظيفة، عرفتوا؟ بس اهم شي البراغي ما نضيعهم، اذا ضيعناهم مصيبة. المروحة لازم تتنظف، بعدين بتبخ عليكم غبار بدال الهواء. يا سلام، ان شاء الله ما يوقع لتحت البرغي. يلا يا ياب، هي اول برغي. في عنا برغي تاني هنا ليكو، هي البرغي الثاني كمان.
هلا بدي اخلص المروحة. طبعا بيكون اذان الظهر. بعد ما يأذن اذان الظهر بنزل لوين؟ عند الكوة، بعطيه الملابس عشان يخلص لي اياهم، لانه اليوم 28 شهر يا جماعة، راح الكثير ما باقي غير قليل ان شاء الله. فانا صراحة كثير متحمس وبدي احمسكم معي كمان، بدي اياكم تتحمسوا، انتوا عيلتي الثانية حبايبي. اوكي، في هسه عنا برغيين من تحت. طبعا شوفوا كمان شغلة، يعني المروحة حلاوتها شو بدكم تنحمل هيك، شايفين؟ وهذا البربيش تبعها. خليها واقفة هيك وقف احسن لي، تعود اكثر. على طول، اسهل من فكتها ما في. ورا يا ساتر، قد صار لك عمار منظفة. طبعا بتنظيف هاي المروحة انا بهتم فيها، ليش؟ لانه مثلا فكتها فكت براغي، يعني مو مثل المروحة الكبيرة هذيك مثل كبسات، لا هذيك كبسات الكبيرة، ما هي براغي. هنا هون هي صارت اوكي. هذا اخر برغي طبعا. ابو شو صار لك تنحت؟ تعالوا شوفوا على المنظر، تعالوا 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 هيا بس. يلا انزل ولا انزل، تعالوا شوفوا المنظر، شايفين المنظر خبر؟ بشكل مو طبيعي يا ساتر. المشكلة هاي فيها بربيش وفيها شرطة من تحت من البطارية. شو متذكر انا اخر مرة فكيتها؟ تعرف اني نسيان؟ لا حول لا حول ولا قوة الا بالله. احا والله احا، فكتها مو سهلة ابدا، هي طلعت فيها شرطان من تحت كمان، والمشكلة ما بقدر اجيب عليها مي هيك لانه هي بطارية، يعني هي بطارية، عرفتوا حبايبي؟ انا اذا فكيتها من هون كمان ما حستفاد. شرطان كلها شرطان واصل لها المروحة، حتى واصل لها شرطان لهون. طيب كيف؟ والله ليكو شغلتها لبكة، ها؟ شغلتها جدا 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 لبكة. هيك اغلب كانت كومنتاتكم حبايبي، الاغلب انه وافق معي باللون الكحلي، بس ولكن كمان في منكم قالوا لي انه كمان اللون الابيض حلو، بس الاكثريه منكم
اختار شو اللي اختار يا جماعة؟ اختار اللون الكحلي كامل، عرفتوا؟ المهم البذور الشيا، شايفين؟ نخلط، نشرب الكاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الحبات كيف تفتحوا؟ ما شاء الله. هل يا ترى كان المفروض اني انا احط اكتر ولا هيك تمام؟ شو بتشوفوا انتو؟ اللي بيستعمل البذور الشيا يخبرني مشان نصير واحد انا وياكم. بسم الله. ابو نزل الكاميرا شوي تحت. ما في طعمين بس انه تحسوا ما بعرف كيف طعم غريب. هنا نقعد نشربها. طلعت سهلة ما صعبة يعني ما هلا كتير يعني انه يعني الواحد ما بيقدر يشربها ويقرف ومدري شو، لا بالعكس عادي يعني. طعمتها ما في طعمة اصلا، مي يعني ما في طعمة، عرفتوا؟ المهم بدي اروح عند الكوا عشان نودي القمصان والبنطلون والجاكيت. مثل ما شفتوا الجاكيت ما شاء الله خلال هالكم يوم كم مرة شلحته ولبسته، فالمفروض اني خلاص يعني لازم اخذه عند الكوا عشان يظبط لنا هون، لانه احتمال الحين لما تقولوا القميص ما توقعتك اشتريته لانه مو لايق ابدا. هلا اذا كان قصدك على القميص الاسود انا ما اشتريته عشان يكون هو خيار لحفلة الخطوبة، انا حبيته لاني انا شريته لاني حبيته، يعني حبيت اني البسه مع الايام هيك انه عادي يعني طلعات كذا فوتات، مو انه شرط يكون لحفلة خطوبة، لا بس انا هيك اشتريته وحبيته. اذا كان قصدك اللون الاسود، اما اذا كان قصدك على اللون الكحلي للصراحة طالع مرة خيال، كتير حلو، روعة. اغلب منكم عرف ايمت ميعاد حفلة الخطوبة، فتحمسوا معنا يا جماعة الخير. بلشت يعني او بلش عدد تنازلي، تمام؟ حفلة الخطوبة ان شاء الله 31/7 نهار الجمعة، تمام؟ بتلاقوا الحماسات بتبلش عم تلعب لعب. نهار الجمعة يا جماعة الخير حيكون يوم فل حرام، بس عن جد ما بيصير يعني بس ننوز القرآن، تمام؟ او نحط شي تاني، صدق الله العظيم. رح يكون عن جد يوم ممتع، يوم مليء بالتعب، يوم مليء بالفرح، يوم مليء بالسعادة، يوم مليء اني انا يا عمار رح تخجل خجل بشكل مو طبيعي. فتخيلوا كمية المعازيم اللي جايين على الصالة. انا صراحة من نوع عن جد احكي لكم اياها بكل صراحة، بستحي يعني بستحي اني انا شوف كل حوالي عالم وهيك يعني ما بعرف. عشان شو قلت لها امبارح لرورو، قلت لها ليكي انا ما راح ارقصها، راح اوقف على جنب، بستحي. قالت لي ايه عادي اصلا انا ما بدي ارقص قدام البنات. يا الله شو ضحكت. قلت لها ايه خلاص معناتها انت جوي. المهم ب 31/7 يا جماعة الخير ان شاء الله. اتمنى منكم بهذا اليوم انه هيك خاص يعني يوم الجمعة انكم تدعوا لي بالتوفيق، تدعوا لي انه الله يتمم على خير، وان شاء الله يا رب هيك كل مين مشتهي يطعموا بنت الحلال يا رب. ف عن جد يوم يعني تحسوا هيك يوم مختلف عن باقي الايام، عرفتوا؟ لانه هي او هذا اليوم بيكون يعني خطوة جديدة من الحياة، خطوة جديدة من العمر مع شخص يعني مع شخص هيك تحبه بيحبك كذا.
ف يعني بهذا اليوم تحسوا كل المشاعر تمام بوم اجت، بوم اجتمعت، بوم. فدخيل الله على محل هذا اليوم، يوم مميز عن جد، يوم 31 وبيكون نهار جمعة وبشهر 7. يا سلام. فدعواتكم يا جماعة الخير لهذا اليوم، ربي يسعدكم وهيك يعني يوفقكم جميعا. جماعة الخير حطيت كل القمصان والجاكيت والبنطلون هون تمام. هلا رايحين عند الكوا نسلمه وياه، ان شاء الله يكون فاتح، هو اصلا بيكون فاتح هلا. نسلمه وياه، احتمال يجي بكره اخذه او بعد بكره، هيك بيكون عادي معانا وقت. فبيرجعوا عنا شو، هن اوريدي جاد بس بيرجعوا جاد اكثر. فواصل مشوار كمان على الشام، روح راجعه وبعدين بدي انزل انا مرور على البوتيك تبع الفساتين. البوتيك تبع الفساتين كرمال نجيب الفساتين كلياتهم. مرور بدها تقيس الفستان تبعها، يعني البدله تبعها تمام، يكون تمام هيك بجيب او بنجيب 3 فساتين، عرفتوا؟ فاليوم كمان يعني هيك شلشه، وبدنا نحاول هيك نخلص كل الامور قبل ميعاد حفل الخطوبه يا جماعه. نحطهم عند الكوا ونخرج من هذول. الحمد لله الكوا فاتح، بس ان شاء الله يقول لي هلا، ان شاء الله ما يقول لي انه والله ما عندي وقت وبدون وقت وبدون 4 ايام ما ادري شو. ان شاء الله لا. كله تمام خلاص مبروك. الله يبارك فيكي. مرور كانت عم تقيس الفستان يا جماعه وعم يساعد صبايا، فاجت لعندي هلا وحده من الصبايا قالت لي قاستها وكله تمام، مو ناقص يعني سياخ ما سياخ كله ابدا. 6 سياخ بتجنن. يعني ايش التفصيل؟ تفصيل يعني التفصيل دائما غير. سبحان الله. شوفوا اليوم شكلكم معجوقين. ها ما شاء الله. هي امبارح صورت لكم اياها، وهي كمان لا هي ما صورت لكم اياهم، هي عم اشتغل فيها هلا. هاي جديده ما هي كمان توصاي كمان توصاي. هي عرايسي شايفين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جماعة الخير طبعا هدول اول فستانين جاهزين للوالدة وسوسو، وفستان الثالث كمان هلا عم يجهزوه ويرتبوه. يا سلام سلم اقسم بالله. واخيرا ارتحنا يا جماعة من ناحية الفساتين. المهم ان شاء الله بحفلة العرس او زفاف العرس طبعا كمان الفساتين والبدله راح يكونوا من هون، لانه الشغل الصراحه يعني تحفه. كيف عجبك الشغل هون يا شلون؟ كيف طلع عليك الفستان؟ ها بكره بتشوفوا بتحكم لك مو بكره 31 الشهر. يعني رؤى يا جماعه الخير طلعت بعد ما قاست الفستان ضحكت لهون، قالت طلع بجنن و100 جاهزين 2 هون وهداك الثالث. يا ساتر هذول كيف بدهم يحطوا بالسياره هلا. شايفين؟ شوفوا يا جماعه شوفوا، ربي يسلم هالديال. هي خلصنا من الفساتين وارتحنا منه. اهم شيء خلاص انت استلم مع هي اول بدله انحطت او اول فستان العروس تمام، كله انضاب صح؟ يا سلام. ربي يسلم هالديات. سلموني يا روحي دخيل قلبك. بس انا بدي ارجع شيك للمره الثانيه مع الصبايا انه بس خليني شغلك السياره يا عمري. زين شو بدي ارجع شيك بس على فساتين ماما وسوسو انه حطوا كل شيء كامل. عرفتي؟ هلا هن بعرف اذا بركي نص يعني قطعه كذا. عرفتي؟ لا يا جايكي بس جايكي شغلت السيارة عشان تكييف لأنه درجة حرارة مليون. بسم الله. هي خلصنا أخيرا. هلا كله نحط بالأكياس ما كله نحط بالأكياس كله تمام 100 مو ناقص قطعة. هو مو مشان شيء، لا يمكن ناقص قطعة. تعال شوف يمكن ناقص قطعة. وقت انا بتذكر حطيتهم هون
ورجيني. هاي لا مو هي، لا هي نفسها بس هذيك عليها خرز. كل فستين له وبدله مو؟ بجوز كله انحط، كله تلبس، كله تمام. ما ايه قصدي ما في قطعه لونها حمراء كلها انحطوا كلها كامله مو؟ كله انضب. شوف لي اياها كله منهم بس. ايه مشان مو مشان شيء، مشان المشوار الراحه والرجعه هذا الشغل. كله منهم. الله يسعدك يا بجود. ها هي تاكد منهم مليون بالمية عشان ما تصير روحه رجعه مليون مره، عرفتوا؟ ومتاكد منهم على رواق. ها شوف انا متاكد هلا. يا هدي لك هاد يعني للاضمان، عرفتوا؟ ايوه خلاص ها انا هي اللي كنت، هي القطعه اللي كنت بدي اكد عليها، عرفت؟ هي القطعه الحمراء بس هيك لك رتب هذا على عيني. خلاص هيك اكدنا على الفساتين وخلصنا من الفساتين. خليني اخبرك شغله، تمام؟ شو هي؟ شفتي الملابس اللي امبارح استون؟ اغلب الناس عم بتقول لي انه عمار الكحلي، انه قميص الكحلي والبنطلون كحلي والجاكيت الكحلي. مو جاكيت الكحلي والخفافه الكحليه. ايه قالوا لي هدول لابقين اكثر من القميص الابيض، وانت اخترتي اني انا البس قميص ابيض، صح؟ هلا هن عن جد كثير حلوين، بجننوا غير يعني. شكل. هلا هن ليش قالوا لي هيك؟ تمام، انه بس اشلح الجاكيت بالصاله فبصير عندي لابس كله كحلي مع خفافه كحليه وجاي هيك لون كمان بياض، فقالوا لي بتطلع رسمي اكثر. وانتم ما فهمتوا شغله يا جماعه، انه رورو بتحب السبور شيك، يعني مو بحب يا عمري، بس انه مشان بكره وقت بدله العرس وهيك انه رسمي، عرفت؟ انه رسمي. بس انت اذا حابب تلبسهم عادي فيك تلبسهم حلوين كمان. هلا الصراحه يعني اثنين حلوين، اثنين طلعوا بجننوا، بس انا كان فكرتي انه اذا شلحت الجاكيت انه كله كحلي. لا هلا لا تنسي انه خفاف عندك كاسري لون كثير غامق. بيطلع كثير هيك بيطلع كثير غامق. خلص بناخذ الخفافه الثانيه ونكتب فيها. عزيزي شو انا برايي باخذهم كلهم. لا ساعة بقعد هيك وساعة بغير هيك يا عمري بطلع موديلين. ما رح تقعد غير اخر نص ساعة. ايه اخر نص ساعة. فالمهم اللهم صل على النبي، احتمال ما البس انه كله كحلي، قميص ابيض، بنطلون كحلي، تمام؟ مع انه الاغلبية منكم ايدني انه البس كله كحلي والجاكيت، بس انا ما بقدر انه كمان نكسر خاطر مرور. لا يا عمري لا، مرور كمان حابة القميص الابيض. هلا اليوم قيسن قدامي شخصي، اليوم رح يقيسوا قدام هيك شخصي، تمام؟ ونشوف. ليش انت تشوفي وانا لا؟ ها؟ ليش انت بتشوفي ملابسي وانا ما اشوف فستانك يعني؟ دخيل روح هيك عادي. بس الحمد لله امبارح مشان هيك تتفاجأ تتصعب. ايه انصعق من الجمال. طبعا رح كون اول مرة اشوفك فيها بالفستان. يا الله ما عم بتخيل الموقف، والله ما عم بتخيل الموقف، راح يكون موقف بجنن والله. لكن ما تخجليني ها تحت بالصالة. لا انت لا تخجلني. ما يقولوا لي تعال ارقص وكذا، ها بهرب. عرفتي؟ لا انا لعيونك بدي ارقص معك كرمالك لعيونك. اصلا احذر شو يعني، رغم انه كتر المعازيم ما رح اشوف حدا قدامي. ايه طبعا رح هيك يضل هيك انه خلص عم بطلع عليك مشان ما اشوف حدا حوالي واخجل، عرفتي؟ بعتبر انه عم ارقص لحالي معك. انا بخجل كثير انا يا جماعه، ورؤى بتعرف اني انا بخجل كثير. المهم رايحين كمان نكمل هيك، رايحين شوي على السوق نكمل تسوق. مرور لازمها غراض، عرفتوا؟ انت ناقصك حلاق؟ ايه بجوز نجيب حلاق وهيك شيء ناعم بس كمان بيصير، فهيك عشان يعني الاكسسوار ما اكسسوار بيطلعوا حلوين كثير للعروس يعني، عرفتوا؟ شوفوا ورا ما شاء الله. هلا بدي ينزلوا على البيت. كيف طالعين انا وياك على فكره ماشي؟ اي والله ما انا متفقين. اي والله اقسم بالله ما انا متفقين. مرور كمان لابس اخضر، مدي ايدك شوفوا كمان لابس اخضر. ماتشي بدون ما نعرف. والله ماتشي بدون ما نعرف. المهم حكيت لرؤى انه كنت بحكي مع رفيقي تبع الصاله، عندنا كمان بروفا نحن بالصاله يا جماعه، احتمال مو بكره بعد بكره، عرفتوا؟ فبدنا نعمل البروفا ضروري كرمال ما كل واحد يرقص على كيفه وكل ما يعني. عن جد لازم جماعة الخير، هي الاغنيه بحبها كثير، وهي الاغنيه مني لإلك لروري داخل العيون الخضر.
لك دخيل روحك انا. متحمسة؟ ل 31؟ اوكي يلا. كرمال نرجع هيك نكون خالصين على بكير صح. الساعة 3 و3 وشوب كتير بس حزيرة شو؟ يا ويلي عزتين الظهر. بس تخيلي انه ما بيكون زحمة هلا. ايه صح عرفتي؟ كمان هذا الشيء حلو احسن. المهم المرور بدها تشتري يا جماعة اكسسوار حلقات وقصص تمام. هذول شوفهم عادي، هذول بشوفهم عادي ما بيأثر. هذول صح شوفهم انا مو عادي دخيل حبك يعني. شوف الاجواء قاعدين على الإمارية طبعا نشوف المشتريات هنيك. لا مرور والله هي مرور تستاهل كل خير والله تستاهل كل خير. على فكرة انا بتعرفي انه هلا بالاكل انت وانا كمان كثير ولا ليش؟ اكل ولا قهوة. كثير ليش؟ مو شربت هي الكاسة البذور شيء؟ ايه صدت نفسي والله زبط والله صدت نفسي والله بتفرق حالك عليها. ايه كيف لقيتها فيها شيء؟ بس يمكن اني انا قللت شوي ما كترت ايه فحسيت انه قليل عرفتي؟ ايه خلص قد ما بدك انت بس انه انت ما تكتر مشان انت يعني مشان ما تلعب نفسك اول شيء. ايه ثاني شيء يعني مشان ما معدتك تتضايق لانه انت اول مره تشربها. بس بتعرفي شو قالوا لي متابعيني؟ تنفش بالمعده صح. بتحزروا شو قالوا لي؟ قالوا لي بتحط معاها كمان هيك نص ليمون يعني ايه نص ليمونه هلا مشكل. ايه كانت الكوتش تقول لي انه حط معاها حتى انا بالماج ايه وحط شرايح ليمون وشرايح خيار. يا سلام عن جد وينك حزيرة شو بتطلع؟ بتطلع غير شغل بتطلع رواق كثير. ايه لا ما فيها شيء طيبه وبتسد يعني هيك يعني بتسد عن جد انه بتسد الشهيه. ايه يعني بصير انه خلص اذا بدكم تفطروا ما بتفطروا. ايه انا مره كترت الصراحه بزور الشيء عم تضايق والله وجعتني كثير معدتي والله. يا ساتر. فانه يعني لا تكتر ولا تقلل. لا تكتر ولا تقلل. قلت لي يا روعة تعالي على الفيم مشان ما نحترق بالشمس. انت ما بتحترقي انا اللي احترقت انا صرت حزير شو انا شوي طالع حطوا لي على السيخ الشوي وشوني على قد ما انشويت بالشمس خلال هالكم يوم. عن جد مشان ما نصير سود قبل الحفله. ها مشان ما نصير سود قبل الحفله. انت حاطي واقي شمسي شيء؟ لك انا مالي حاطط بس كريم عادي. حط هذا التفاح الاخضر. والله ولا مو هيك عم يزعل عيني. لازم احذر شو؟ لازم ما تحط بس تطلع بالشمس يا روحي ليك عم يحترق وشك. اي والله عم تمزح اقسم بالله حاطط. عشان هيك شايفه ما بينحط. اي والله ما بينحط المرطب. ماني عرفان انا هيك. طب اسالني هذا حمام السوق خلص بس ما سالتك خلص. هي شو اسمه؟ خبرت هي عرفت خلص عرفت هي بس عرفت عن جد ما بينفع يعني والله بيحترق وشك. يعني اذا انت بشرتك بالعاده ما بتحترق بالشمس بيحترق وشك من ملاحظين انتوا علي اني انا صاير اسمر يا جماعه؟ يمكن مشان هيك اني مو اول مره بعملها عرفتي؟ والله ما اول مره. شوف الحارات الضيقه يا سلام على الحارات الضيقه. هي لاول مره انا وروري تمام جايين على الإمارية لاول مره. تذكري هذا التاريخ. اول مره انا وروري جايين على سوق الإمارية تمام. كرمال نجيب لها كم غرض شو حابه هي نجيب. يا سلام لو جايين بالليل. مثل حارتنا ضيقه بنعرف بعض. ايه هذا المثل. هون يطبق المثل. شو لو جايين بالليل؟ عم اقول له جايين بالليل تمام مستحيل انه نمشي هيك الواحد يمشي براحته. يعني زحمه كثير رح يكون عرفتي؟ فما بنقدر عن جد ما بنقدر. هلا هي الإمارية عنا حلوة الصبح بكير يعني الصبح بكير بالليل اي وقت مو مساء بالضبط صح. فدوتك ما فات من الايام واللي عاد جايه يا بعد عمر مخاسيره معك عندي غنيمه انتي الفارع بقد وجد واسماء
كناية من عشق مثلك يجوز. احذري لانه اضمن مشان دغري هيك يجيبهم على رواق بكره يكونوا كونوا مكوي خالصين يعني نضاف مغسولين ومكويين. انا طلعت كثير كوي. ايه تمام. وشفتي هي الحمراء تبعك اللي كانت علي هون؟ ايه هي اليوم كتب الكتاب ايه قال لي رح اروح لك اياها كمان. عرفتي؟ حاولنا نروحها بس ما رح. حاولنا انه نحن كمان نروحها ما راحت. فعند الكوا ما شاء الله هي شغلته. يا شمس بس اليوم حرجع اسمر انا. هلا شوي يا جماعه لازم ليمون عشان واحد يقدر يحكي. ما تزهق ممكن بس اوكي تمام خلاص انا باخذه. شايفين؟ هي يا عمري هي كاسه معلقه كمان. هي هلا وينك؟ نرجع البيت الساعة تكون موجودة. هي معلقة كمان. وليه خلينا نبورد. والله بدنا لازم واحد يبورد شوي. المشروب يا جماعة الخير هون علينا شوي. شو مرور؟ أيوة وين بعدك انتي؟ هيك رح خلصنا. لا بيني وبينك شوي بس. ايه بيني وبينك شوي بس. لأنه بيني وبينك. ها؟ متلجة كثير. اجباري تكون ثلجة يعني. خاصة هيك لما تشربوا جلاب او ليمون يعني يا سلام يا سلام. شايف محل النزلة هلا؟ يا الله. حتى لو شوب بس ما في يعني ما في زحمة. الواحد بيمشي براحته. اما بالليل بيكون كثير زحمة. عرفتوا كيف؟ بس سبحان الله وين ما رحنا شمس تحت. عن جد والله ما عاد شفت بعيوني. عمار ايمتى تعلمي لعبة طاولة الزهر؟ سهلة عمري. امبارح كيف لعبنا برسيس انا وياكي؟ خسرتيني واحدة وخسرتك واحدة. طيب ما امبارح انت خسرتيني واحدة وانا خسرت. لا طاولة ما عندنا. زين شو طاولة هي؟ كمان ارقام عبارة عن ارقام. يعني نفس الشيش والبرسيس واللودو والقصص هي. بس هذيك بتيجي حجار يعني. ايه بس انه احلى. ايه هذيك كمان حلوة الطاولة. هلا بسموها في منها بسموها هي في بتلعب لعبتين بسموها مغربية. ايه بسموها مغربية والله نسيت شو الثانية. هي بتلعب لعبتين مغربية ومدري شو نسيت. المهم وصلنا على سوق الحمدية يا جماعة الخير. في شغلتين قدام وصح سوق الحمدية. كرمال مرور جيب شوية اكسسوارات إلى الأمور طيبة. بس والله درجة الحرارة مليون. والله مليون. شايفين؟ كاسة صغيرة عم بدونك طاولة. بدك تعلمني لازم لأنه أنت بتعرف أنا لازم أعرف. بتعرفوا إنه رؤى اللي علمتني البرسيس امبارح أنا خسرتها؟ إيه بس أول مرة يعني خسرتيني أنت أول مرة. لأنه أنت ما بتعرف تلعب. إيه صح معك حق. خلاص أول مرة ما حسب تغلب. ايه ليش؟ لأنه كنت بتعلم جديد أول مرة. ثاني مرة غلبتك. أبشري خلص. وامبارح أنا غلبتك. وجاك أنا غلبتني. يعني تعادل. ابدأ خلاص. ما شاء الله. بس انت روحي هربي لهون. روحي على الفي. انا عادي واقف الشمس عادي. لانه ما شاء الله الجو هون المكان مكشوف. ها؟ الجو نار. ايه نار والله. هون المكان مكشوف. صحة وهنا. حقلبك. انت خلقوة هيك. عم بتشرق بالليمون لأنه. صحة. والله شوب يا جماعة شوب. بس قربنا نوصل مو؟ ايه هلا بس نفوت هنيك على السوق ما في شمس يا روحي. ايه هنيك ما في شيء بس هنيك كله مغطى هيك يعني عرفتوا؟ كله قريب على بعض يعني المبنى وهيك فمغطى. شو ابقاب مسميه ابقاب نحن هذا. ابقاب غوار. هذا السوق يا جماعة بسموه عنا سوق العرايسي ما هيك؟ سوق العرايس ايه. سوق العرايس اللي هو نفس الشيء. كله نفس الشيء كله واحد يعني. انه بتلاقوا كل شيء هون. يعني على سبيل المثال شوفوا هون اخت الخريجة اول خريجة لاهلي. عندي الخريجة عقبالي في هي اللوجو العريس لوجو العروس. هذول كلياتهم طبعا تصاميم. هذا كله سوق العرايس. فاكيد هلا مرور يعني حجيب اغراضها من هون بما انه هون في كل شيء. شوف الكروسان يا سلام كروسان الله. ايها مفي وحركات وبروده. البروده عم تطلع من المحلات يا
جماعة ايوه ما شاء الله. شفتي ليش هلا الوقت حلو؟ لأن الناس ما بتيجي هلا. المرتب الحلقة الطويلة بس رورو طبعا بدها حصرا ذهبي. لا حلوين. والله احلى من هدول. هلا انا بدي اياهم لانه ما بدي البس اكسسوار هيك بس حلقه عرفت؟ يعني بس حلقة يعني هيك ما بمشي الحال. ما في عندك غير أنت على نمط شو بدك إياه هون؟ على نمط هلا شو؟ طويل. يعني مثل هيك؟ شوفي هون. ها؟ يلا تقريبا. تعال خلينا نشوف هون تعالوا. شوفي هون يا عمري. بركي لقيت شيء. شوفوا. بس كلهم فضي سوا. مسكها نسيتها بيبي. هي حلوة. تفضلي صبي. كثير حلوة هي. لا بيس. اي والله كمان هذول حلوين. بس نشوف النصانيات كمان حلوين. شايفي هذول؟ هذول؟ ايه هذول حلوين كمان وهذول حلوين. ما شاء الله يعني في كثير انواع حلوة. شايفين فوق حبايبي؟ اي احلى يا روحي؟ هذا نشوف يا عمري. والله الصراحة اثنين حلوين. هذا اثنين حلوين بس هذا كمان حلو. لا هذا انا رايي ارتب. هذا اركب مو؟ ايه هذا احلى. صح. شكله اغرب. ايوه بالضبط. وهذا الماس زيركون مو هذا. تمام. سيركم مو عادي. حلو. انت حسن الذهبية صح؟ ايه طيب شو غير الحلقات بدنا؟ هذا ايه هذا ايه. خلينا نشوف. عملي اثنين بايدك. عملي اثنين بايدك. لا بحس هذا اللي يسار اكثر. ايه خلص يلا خلينا نعمل. مميز اكثر هذا. تمام. طبعا. بدي شيء هيك اسواره ناعمه. ذهبي. شوف لنا اكسسوارات حلوه. سكر هلا. هلا هي لا صح؟ ما حلوه هي. ناشفه تحسيها. اذا لا عندك شيء ناعم اعطينا. يعني شيء يعطيه هيك الحلق. هذا فيه الحلقة. شيء لبه للحلقه قصدك. بس هيك لا فيك تلبه لها. يعني مثلا صارين برازيلي ما فيه زيركون. ايوه فيك تاخذ تنس اذا بدك. ورجينا اياه هون. هيك ورجيني كمان. شو رايك عمري؟ بس برفت لنا شوي. يعطيني والله. هلا النصاني حلو كثير. كثير. بنفس الوقت التنس. النصاني حلو. شايفه؟ وين حلقنا؟ هيك انا عملي. هلا يمكن هيك ألبق اللون على هدول مو من هيك. هذاك النصانية مو؟ هاي ولا الصانع اللي يكون حجر مربع نفس الحجر تبعه. هي بالضبط هذا اللي كنت بحكي عليه انا. يعني هذا اللي قصدي عليه. هاي الحجر صاير مستطيل وهي. ايه صح. بحس هي القلبة اكثر. طويلة شيء؟ لا هي شوفي لك بتتأثر. بتتقصر؟ هي شايفة لها تطويل. ما فينا نفتحها ونشوفها؟ مبلا لك عنها. بعد إذنك. خلينا نشوفها. هذا عندك. ورجيني يا عمري. افردي ايدك. اعملي لها هيك. زين. ايوه. يا سلام شايفين؟ على مقاس ايدها 100%. خلص هاي هي. والله نزلتنا على السوق يا جماعة طلعت سريعة. خلصت ام الرور اغراضها. لا يا روحي أنا طيب ما إيش قلبي؟ بعذب. لا انت ما بعذب. ابدا ما بتعزمي. والله ابدا ما بتعزمي. بفتر لك بالسوق؟ في حدا بيقول عن زيت وعكر؟ لا بس عن جد أنا بفتر بالسوق. لا والله صراحة رورو ما لها خلق كثير انه تتفتل بالسوق، يعني سبحان الله جوي نفس جوها وجوها نفس جوي، يعني انا وياها سبحان الله نفس جو بعض. جونا نفس جو بعض، مخ واحد. فعم اسألها اذا ناقصك شيء تذكري كذا، لانه هي نزلاتها هي السوق بدها مثل نهار كامل.
شاء الله ما شاء الله. شوف كيف مظبطين المكان هون كرمال ما تدخل عليهم الشمس. صاحبين المحلات ما شاء الله الجو رائع. البنات يجي على الاميريه وما بيدوق بيتزا الاميريه بيكون اجى على الفاضي. ورورو ما بتحب الكاتشب بس بهي عكسي رورو. انا بعشق الكاتشب يا جماعه. زين ليه؟ انا لاني كثير بحب البيتزا فما بحب اي شيء. انا بعشق الكاتشب. انا شو قلت؟ ما بعرف انا كمان كثير بعشق البيتزا. انا كثير بس انا اذا ما كاتشب ما بحب مستحيل. ما هي الكاتشب على فكره البندوره هي كاتشب وفيها بندوره هي. بس هي الكاتشب فيه سكر. هي هلا صار فيها سكر. لا ما فيها سكر. هلا انت سالتي عن السكر وما سالتي عن العجين. البيتزا كلها لا عجين. مو مشان السكر وقش الكاتشب. أمان. لا لكن عشان ما ينزع لي طعمة البيتزا انه هي هيك يعني. هي هيك عشان ما تنتزع طعمتها. يلا مشيتها مشي خلاص مشيت. الخير يسعد لي مساكم كل اوقاتكم حبايب القلب. بعد ما رجعنا من السوق حسيت انه راسي يعني اكل لدعة شمس بشكل مو طبيعي ابدا ابدا ابدا. بس الحمد لله خلصنا تقريبا من كل مشترياتنا. المهم جايكم بخبرية اللي ساكنين بالشام او بشكل عام بسوريا. تحذير هام يا جماعة الخير بخصوص بكرة وبعد بكرة. بعتوا طبعا رسائل للجميع اللي ساكنين سوريا انه ينتبهوا مثلا بكرة وبعد بكرة ما بين الساعة 11 الظهر الى الساعة 5 ما بعد العصر. ليش؟ لانه جاية هبة شمس بشكل مو طبيعية. وحتى كاتبين انه قد ما فينكم مثلا اذا كنتوا برا كتروا من شرب المياه بديلا عن شرب هدول القصص الغازيات اللي بيحتووا انه يكون غازيات وما غازيات والقصص هي. فبكره يا جماعه الخير وبعد بكره فجايه هبه شمس وهبه موج بشكل مو طبيعي. فبعتوا لنا رسائل وخلال الرساله والله اعطيني جوالي ثاني لو ورجيكم الرساله يا جماعه تمام اللي بعتوا لي اياها. فتحذير هام للجميع اللي ساكنين بسوريا. ما بعرف بدول الخليج اذا كمان بعتوا لكم هذا الشيء ولا لا لانه عن جد انا قرأت الرساله من شوي. شايفين ها شوفوا ها هي الرساله. فتحذير هام يا جماعه الخير. موجة حار ضعيفه اللي متوسطه تؤثر على سوريا الاربعاء. تعليمات نفوت على هذا اللينك. فوتوا على هذا اللينك. شايفين هون اللينك هذا شايفين هون هكذا الامر. طبعا هذا الحكي هون عندنا بالشام. موجة حرارة متوقعة تؤثر على سوريا اعتبارا من يوم الاربعاء 29 تموز 2026. وهون كاتبين طبعا تحذير وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة. يعني جاي كتلة هوائية حارة بشكل مو طبيعي. فانتبهوا عن جد بكرة. يعني الموضوع ما فيه مزح. يقول والله أنا بتحمل شمس ومدري شو. أنا احتمال بكرة حزر شو يعني بكرة عندي أوف من كل شيء ما أعمل شيء بكرة تمام. بس أحيانا بحس إنه أنا لازم طلع عليكم كمان. بحب إنه دائما هيك شارككم بكل شيء عرفتوا قل التفاصيل. هون التعليمات كاتبين شايفين هون عند عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال أوقات ذروة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. شرب كميات وفيرة من المياه. تقليل من المشروبات التي تحتوي على كافيين. المشروبات الغازية. يعني هدول القصص لازم الواحد يهتم فيها عن جد. تناول الأطعمة الدسمة والتأكد من سلامة الأطعمة السريعة. يعني الواحد لازم يتأكد من كمان الأكل المطاعم وهيك عشان البني آدم ما تجي هبة دوخة براسه ويدوخ بالأرض بسبب الأجواء بكرة. فهدول هلا بنشارككم إياهم بعد هذا الستوري. شفت التحذيرات؟ ليك هدول التحذيرات
شايفين؟ تنتهي في 1 أغسطس 2026 الساعة 5 ابتداء من صادر. اوكي، هذا الخبر صادر 2026، لا عفوا يوم 26 فعال 26، بداية 29 اللي هو بكرة، يعني بكرة ببلش، تنتهي أغسطس 2026. طيب خليني أورجيكم، اللهم صل على النبي، خليني أورجيكم هون. هي عندنا هون ستوكهولم عاصمة السويدية، جدة، رياض، كالسكرونا هي المنطقة اللي كنت ساكن فيها بالسويد، مكة تمام، مالمو كمان هي بالسويد، دبي اوكي اوكي هيك لازم نروح المكان. اللهم صل على النبي. ها وين دمشق، هي دمشق. شايفين يا جماعة؟ هي طبعا انا هي حاطة باللغة السويدية بس، ولكن هي بكرة درجة الحرارة. شايفين الهبة بتوصل ل40. يا ساتر، الله يستر يا ساتر، الله يتلطف فينا احسن شيء.